حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان أعلن أنه بدأت بالفعل تطبيق التجربة الاسترشادية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وده في محافظة السويس هيبتدي من يناير 2009. هيستفيد من التجربة دي 500,000 مواطن، 500,000 مواطن مصري هم تعداد محافظة السويس هيستفيدوا من تجربة التأمين الصحي. الوزير كمان قرر أنه يتم إجراء حصر شامل 500 أسرة تقريبا من عائلات الصيادين بمحافظة السويس، وده من بين 4000 صياد بيمثلوا العمالة غير المنتظمة في المحافظة، علشان تكون مرحلة تمهيدية انهم يدخلوا في نظام التأمين الصحي مع اعفائهم من رسوم التأمين. احنا هنشوف تقرير فيه تفاصيل اكتر عن بداية تطبيق التجربة دي. افتتح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة صباح اليوم 3 وحدات صحية بمدينة السويس، وتفقد مستشفى التأمين الصحي في إطار تفعيل النموذج الاسترشادي الجديد لتشمل مظلته أهالي المدينة وأبنائهم. الوحدات دي هي العمود الفقري لتطبيق نظام التأمين الصحي، لأن هي اللي بتصل القاعدة في الريف، وبرضه لها نظير لها في المدن اسمها الوحدات الصحية الحضرية. اللي احنا بنجدده هنا السويس بنجدد 22 وحدة، يمكن هنيجي تاني خلال شهر او شهرين نفتتح وحدات اخرى هننتهي منها. كذلك حضرتك هتشوف بنجدد المستشفى. المستشفى بتاع التأمين الصحي هو هيبقى العمود الفقري للخدمات المتقدمة في محافظة السويس. وأكد وزير الصحة أن محافظة السويس تعد الأولى بين محافظات مصر التي تفعل النظام الجديد، على أن يشهد العام المقبل انتقال النموذج إلى محافظة سوهاج ثم إلى باقي المحافظات تباعا. محافظة السويس تتميز بأنها محافظة عدد سكانها معقول 500,000 ونسبة البطالة فيها منخفضة جدا، وبالتالي يعني تساعد قوي ان انت تطبق النظام بسرعة، ونسبة التعليم فيها مرتفعة. اللي ناقص في الموضوع اللي هو القوى البشرية، والقوى البشرية دي هي اللي مركز عليها دلوقتي حاليا، سواء كانت الأطباء أو أطقم التمريض. إن شاء الله في خطة للتدريب، بالإضافة للاستشاريين اللي هيجوا بكميات كبيرة من القاهرة، عشان زي ما الدكتور حاتم دلوقتي في حوالي 30% من الناس بتنزل في اتجاه القاهرة عشان تتلقى العلاج. إن شاء الله مش هينزل. وقال وزير الصحة أن تحديد من يشارك من الأهالي في تكلفة العلاج يرجع إلى تقييم وزارة التضامن الاجتماعي لحالتهم لتسهيل الإعفاء التام من السداد إن كانوا من المستحقين. احنا بقى نشتغل في نظام التأمين الصحي سنتين تقريبا، من فبراير 2007، سنة ونص تقريبا، والنظام هيطبق بدءا من تقريبا الربع الأول بتاع 2009. النظام أساسا هيجي المواطن بكارت بعد ما يدفع اشتراك، أو لو هو هياخد إعفاء بيروح وزارة التضامن الاجتماعي بتديله ما يفيد إن هو يعفى، وياخد الكارت زي اللي دفع. يجي وحدة صحية هنا يكشف عليه وياخد الدواء. احتاج إنه يخش مستشفى، ما ينفعش يروح المستشفى من بيته على المستشفى إلا في الطوارئ. لازم يجي هنا، ومن هنا يحولوه للمستشفى. الطوارئ تحت أي نظام مجانا، يعني الطوارئ تحت أي نظام، عشان برضو المواطنين يبقوا فاهمين أن القصة دي المواطن من حقه حتى النهاردة بدون نظام تأمين صحي، لو راح أي مستشفى خاص أو حكومي لحد ما حالته تستقر يعالج مجانا. ستظل مستشفيات التأمين الصحي المنفذ الوحيد الذي يلجأ إليه محدود الدخل لعلاجهم، في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الأدوية أو تكلفة إجراء العمليات الجراحية بالقطاع الخاص. من مدينة السويس، أحمد الجمال، الحياة اليوم.